كما تتحدث أن ما يقوم به أحزاب اللقاء المشترك هي خروقات للمبادرة الخليجية وأن المجتمع الدولي يراقب هذه الخروقات، لماذا أنتم لا تلتزموا لماذا لا تلتزموا بأجواء التهدئة وتدعوا المجتمع الدولي والوسطاء يمارسوا دورهم؟ بالتهدئة، وماذا فعلنا؟ نحن ملتزمون بالتهدئة، لكننا نحذر من أن جماهيرنا موجودة في الإدارة العامة، وليست هؤلاء هم قلة في الإدارة العامة، وجماهيرنا سندافع عن كل اليمنيين بكل مشاربهم وعن حقوقهم المهنية، كيف حقوقهم الوطنية، ولن نسمح بالإخفاء بخلال أي وسائل. سنلتزم بالمبادرة وسنكون الطرف الأكثر دفاعا وحماية لها والأكثر مبادرة. كيف سيكون الدفاع عن ما يمثلكم في إدارات ومؤسسات الدولة؟ كيف سيكون هذا الدفاع؟ الدفاع عبر النظام والقانون وعبر القضاء. من له مطلب أو حقوق عليه أن يتجه بحسب القوانين واللوائح إلى القضاء أو إلى الجهة والمرجعية الإدارية. المسألة ليست فوضى على هذا النحو. هذه إدارة أخذ بناؤها أكثر من 5 عقود من الزمن، ولا يمكن أن نفرط فيها أن نتركها نهبا للفوضى وللعبث. وهؤلاء الذين يرحلون الناس نستطيع أن نرحلهم من الغد إذا شئنا أن نشاركهم في الفوضى. نستطيع أن نرحل أحزاب اللقاء المشترك، نستطيع أن نرحل وزراء أحزاب اللقاء المشترك من الغد، ونقف في أبواب الوزارات ونقول لهم أرحلوا. لكننا لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة، بل نريد أن نمد أيدينا في أيديهم. طيب يا أستاذ عبد الحفيظ، ما رأيك؟ أود أن أطرح عليك فكرة بموضوع الترحيل، يعني أن تقول أن الآن من يسعوا إلى ترحيل القيادات في المؤسسات هم من أنصار اللقاء المشترك، وأن اللقاء المشترك هي من تدفع نحو ذلك. هناك من يقول أن هؤلاء الموظفين هم يتبعوا للمؤتمر الشعبي العام، جزء منهم، ويقوموا بهذه الأعمال فقط لتحميل عبء على حكومة الوفاق الوطني ولإحداث ضجة. هذا غير صحيح، لكننا لسنا ضد التعبير عن المطالب مطلقا. أي مطالب قانونية وطبيعية يجب التعبير عنها في حدود ما يسمح به القانون، ولن نضيق ذرعا بهذا. هناك سلبيات وهناك مظالم يجب أن ننفتح عليها جميعا ونضع حلولا لها. وهؤلاء الموظفون هم أبناء الشعب وهم أحق الناس أن يحصلوا على حقوقهم وأن نتعامل معهم بعدالة وبتوازن. وأنا أتصور أن حكومة الوفاق الوطني تتحمل مسؤولية كاملة في الحفاظ على الإدارة العامة وتماسكها، وفي وضع الحلول اللازمة، وفي وضع إجراءات محل التنفيذ، منها مثلا قانون التدوير الوظيفة العامة. لماذا لا تتجه الحكومة إلى تطبيق قانون التدوير الوظيفي بحيث أن يلتزم المسؤولون به؟ عندما كان الحكم بيد المؤتمر لوحده كان يتم الحديث عن التدوير الوظيفي، لماذا لم يتم العمل بهذه الفكرة؟ القانون التدوير الوظيفي هو قانون جديد جاء ضمن منظومة إعادة الهيكلة والتصحيح الإداري، وهو ضمن الاستراتيجية التي اتبعتها الخدمة المدنية والتي ما زالت في مرحلتها الأولى. المرحلة الأولى انجزت والآن نحن في المرحلة الثانية، وعلى حكومة الوفاق أن تتجه لاستكمال المرحلة الثانية وتبدأها بتنفيذ قانون التدوير الوظيفي. لماذا لا تتجه حكومة الوفاق إلى وضع الحلول بدلا من وضع المشاكل؟ لماذا لا تتجه لإعادة لتمكين بناء الإدارة العامة، لا بتقويضها، لأن الشعب اليمني يحتاج هذه الإدارة التي يستمد منها خدماته وإنتاجه. إن تعطيل هذه الإدارة هو بمثابة عقوبة مفروضة على الشعب اليمني. لكن عبد الحفيظ أخذنا وشاملا أنك تحرم الشعب. لكن الموظفين لا يطالبوا بتعطيل، الموظفين المشاركين في هذه الاعتصامات لا يطالبوا بتعطيل الوظيفة الإدارية، هم يطالبوا بإقالة شخص أو شخصين فاسدين فقط. هذه مطالبهم. بالعكس، عندما نخرج عن الالتزام بالقانون فنحن نعطل. إذا التزمنا بقانون التظاهر وقانون الاحتجاج وقانون التعبير السلمي واللوائح المنظمة للعمل في المؤسسات، فلن يكون التعبير عن الاحتجاج على هذا النحو، لأنه يجب أن لا تتعطل هذه المؤسسات خدمة الشعب. لأن من أرادوا تعطيل الاقتصاد، تعطيل الخدمات العامة،
واستهدفوا الجيش ولم يفلحوا. هم الآن يريدون أن يمارسوا أيضا العقوبة الجماعية بطريقة أخرى جديدة، هي حرمان الشعب من الخدمة العامة، لأن الإدارة العامة هي المعنية بخدمة الشعب وتقديم كل الخدمات. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الحفيظ. هذا التعطيل الجماعي بشكل